بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا إخوة الإيمان إن شاء الله تعالى درس جديد ضمن دروسنا في علم مصطلح الحديث، والذي نقدمه لإخواننا باللغة الدارجة أو العامية حتى يكون أقرب للفهم عند عامة الناس. وهذا العلم مهم جدا، لأنه يلقي الضوء على هذا العلم الجليل الذي به يعرف الحديث الصحيح من الضعيف. يعني العلم مهم جدا، ولا سيما في هذا الزمان. فنقول وبالله نصول ونجول. اليوم ندرس معنى الحديث الضعيف. قال: معناه هو الذي فقد شرط من شروط الحديث الصحيح أو الحسن، وذلك بوجود علة في سنده تقدح في صحته، مثل سوء حفظ بعض رواته، أو جهالته، أو سقوط عدالته، أو تدليسه، ونحو ذلك. يعني الحديث الضعيف هو الذي ما فيش واحد شرط من شروط الحديث الصحيح أو الحسن، مثل أن يكون بعض الرواة ديال هذا الحديث سيء الحفظ، مكيحفظش مزيان، أو مجهول عند المحدثين، معروف واش كيحفظ، واش عنده عدالة إلى آخره. كذلك سقوط العدالة ديالو، في أحد الرواة العدالة ديالو ساقطة، تكلموا العلماء يعني في استقامته. أو تدليسه يعني أنه فيه سقط واحد الراوي ضعيف أو مجهول معرفناش. يعني شي واحد معروف بعض الرواة كيدلس، يعني كيسقط الرواة، ودوك الرواة اللي تسقطو معرفناش كي دايرين، واش ضعاف ولا مجهولين إلى آخره، ونحو ذلك. نعطيو مثال باش تكون قرب للفهم. مثاله ما رواه أبو داود برقم 1848 من طريق يحيى بن اليمان عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلوا الناس منازلهم. الحديث إسناده ضعيف. علاش؟ في سنده يحيى بن يمان، هذا الراوي سميتو يحيى بن يمان. قال فيه العلماء أو ضعفوه العلماء، منهم ابن حجر، الحافظ بن حجر صاحب الكتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري. يقول الحافظ بن حجر في كتابه التقريب، يعني في التقريب كيتكلم على الرجال، عن الرواة ديال الكتب الستة، كتب ديال الرجال ديال البخاري، ورجال مسلم، ورجال أبو داود، ورجال ديال الترمذي، ورجال النسائي، ورجال ابن ماجه. يقول الحافظ في ابن حجر يعني في هذا الراوي يحيى بن يمان، ويقول صدوق يخطئ كثيرا، يعني أنه سيء الحفظ، وبالتالي يكون الحديث ديالو ضعيف. علاش؟ لأن الحفظ ديالو سيء، مكيحفظش مزيان. وفي أيضا حبيب، هو حبيب بن أبي ثابت، هو مدلس، قد عن يعني الحبيب هذا هو حبيب بن أبي ثابت مدلس، يعني أنه قد يسقط بعض الرواة ما بينه وبين الشيخ ديالو. دوك الراوي اللي سقط ما بينه وبين الشيخ ديالو ما عرفناش واش ضعيف، واش سيء الحفظ، واش مجهول، واش كذاب إلى آخره. المهم هذا حبيب بن أبي ثابت ما صرحش بالتحديث، ما قالش حدثني ميمون. لو قال حدثني ميمون ما يكونش العلة أو ما يكونش الضعف هنا، لكن لما قال عن فهو يوهم أنه سمع من ميمون، وقال الله أعلم به، واش سمعوا من ميمون مباشرة أو سمعوا من واحد آخر عن ميمون فأسقطه.
إذن حبيب بن أبي ثابت مدلس، لا نقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، مثل أن يقول حدثنا أو أخبرنا. إذن هذه علتان: العلة الأولى الصدوق يخطئ كثيرا، يعني جوج العلل كاين في الإسناد. الأولى أن ميمون بن يحيى بن يمان ضعيف الحفظ، والثاني حبيب بن أبي ثابت هو مدلس. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.